على المنتخب السعودي في الهدف الأول كان بداية مبكرة الزاوية لعبة قصيرة بمثل هذه الطريقة هل يأتي الهدف الأول؟ الكرة ملعوبة عرضية للأمام، نعم يأتي الهدف الأول في نفس طريقة الهدف الأول في مباراة السعودية. يأتي الهدف الأول من ناصر محمد بنفس الطريقة للهدف الأول. اليمن، هل يكون اليمن السعيد اليوم في أول انتصار ربما يكون للمنتخب اليمني؟ جميلة جدا، رائعة جدا اللقطة، متفقين عليها في المباراة الماضية، ينجحون فيها أيضا في هذه المواجهة وهذه المباراة يسجل معها أول الأهداف. ناصر محمد يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب اليمني. شوف اللقطة، لعبت قصيرة، بعد ذلك ناصر محمد يلعبها والكرة أيضا تأتي بالخطأ من اللاعب إبراهيم الختال ويربك معها حارس المرمى ليأتي الهدف الأول لصالح المنتخب اليمني. إذن اليمن يتقدم بالنتيجة بالهدف الأول بعد الكرة التي كانت من ناصر محمد، يتقدم بالنتيجة يسجل معها هدف الثالث أيضا بقميص المنتخب اليمني. هنا الجماهير اليمنية الحاضرة معها هدف الثالث أيضا بقميص المنتخب اليمني. هنا الجماهير اليمنية الحاضرة. كرة ولمسة من دفاعات المنتخب البحريني تصل من جديد على الجهة اليمنى على انطلاق إبراهيم، يلعب الكرة عبد الريمي. يسجل هدف التعادل بعد عرضية حلوة من إبراهيم الختال. يا سلام يا سلام، البحرين والحلوة البحرينيه حاضرة في هذا اللقاء بهدف جميل من محمد الرميحي. شوف اللقطة الماضية، إبراهيم الختال وعرضية على الطائر يلعبها محمد الرميحي يسجل هدف التعادل في لقطة جميلة. شوف إبراهيم الختال كان رائعا في شوط المباراة الأول، صحيح أنه أخطأ بالهدف لكن يعوض الخطأ سريعا بهدف يأتي للمنتخب البحريني. يا سلام على التمريرة، يا عيني على العرضية والإنهاء الأكثر من رائع، إنهاء محمد الرميحي يسجل مع هدف التعادل. البحرين أحد الرؤوس هناك المتقدمين المدافعين، يتركها محمد هاشم لأسامة عنبر، أسامة يلعبها لعبد المجيد، يلعبها طويلة، ما زالت الكرة والخطورة للهدف الثاني. نعم الثاني يأتي من حمزة، لكن التسلل يبدو أنه حاضر، التسلل حاضر على هارون الزبيدي في لقطة كاد أن يفرح معها المنتخب اليمني بالهدف الثاني، لكن الكرة يبدو أن التسلل حاضر في اللقطة الماضية. هل كان فيها تسلل اللقطة الماضية على هارون الزبيدي؟ ربما يعود معها للتأكد حكم المباراة هارون الزبيدي هل كان متسللا في اللقطة الماضية بعد الهدف الذي أتى. حكم المباراة لم يطلب استمرار اللاعب، يطلب من السيد محمد جعفر الانتظار للتأكد من اللقطة الماضية. هدف هارون الزبيدي ربما يعود معها للتأكد. يأمل نور الدين ولد علي أن يكون الهدف سليم، أن يكون الهدف صحيح، أن يكون الهدف الثاني لهارون الزبيدي المدافع صحيحا بعد الجملة الرائعة التي كانت بالخطأ في اللقطة الماضية بين أسامة عنبر وبين عبد المجيد صبارة. حكم المباراة يطلب من اللاعبين الابتعاد للتأكد لمجاورة حكم الفيديو في الفار من الصين حاضر. من الهدف السليم أن يكون الهدف صحيح، التأكد من اللقطة الماضية للهدف الذي أتى للمنتخب اليمني في الدقائق الأخيرة الرائعة التي كانت بالخطأ في الدقائق الأخيرة. شوف النظرة والترقب والانتظار، هل كان هدفا صحيح؟ نعم هدف يمني صحيح، نعم هدف يمني صحيح، وفرحة كبيرة للمنتخب اليمني لهارون الزبيدي. هدف يمني صحيح للمنتخب اليمني من هارون الزبيدي المدافع الذي يريد أن يسجل اسمه بتسجيل الهدف الثاني وتسجيل أول انتصار للمنتخب اليمني مع الدقائق الأخيرة. المنتخب اليمني والجماهير اليمنية تفرح بالهدف الثاني، والهدف ربما يكون هدف الانتصار الأول. شوف التوجيهات بالقتال على هذه النتيجة، توجيهات اللاعبين، توجيهات نور الدين ولد علي، أصوات الجماهير. شوف اللقطة الماضية، نعم لا وجود للتسلل، كان اللاعب محمد عادل كاسرا للتسلل في اللقطة الماضية. محمد عادل انكسر التسلل ووضع المنتخب اليمني ووضع هارون الزبيدي في مكان صحيح سليم، يسجل معها المنتخب اليمني الهدف الثاني. هل تكون فرحة يمنية؟ شوف الفرحة الكبيرة بقرار حكم المباراة بتثبيت الهدف